مجموعة صوت الحناجر بتقدم برنامج بوح القوافي مع محمد الغفلي. مساء الخير والإحساس الشاعري الجميل الذي يمتلكه مجموعة صوت الحناجر ممثلا بأعضائه. أهلا ومرحبا بكم مجددا ودائما أعزائي المستمعين والذين سيسمعون لنا لاحقا عبر التواصل الاجتماعي، عبر قنواتنا المختلفة في التواصل الاجتماعي. ضيفنا لهذه الليلة متميز جدا جدا، ضيفنا من جمهورية العراق الحبيبة الشقيقة. محطتنا اليوم وسفينتنا سترسي على ضفاف أنهار الرافدين. العراق الحبيب الذي يمتلك كنوز من المثقفين والشعراء والأدباء. أعزائي، رحبوا معي بالدكتور صادق المالكي. أهلا ومرحبا بك دكتور صادق. أهلا ومرحبا بك أخي الكريم، ومرحبا بكل من يستمع إلينا الآن. دكتور صادق، في بداية حلقتنا دائما نتشرف بأن نتعرف على البطاقة الشعرية أو البطاقة التعريفية لأي ضيف متميز ومبدع، كما يعني نفخر بإنجازاته. فما الذي يحب أن يعرفنا به الدكتور صادق؟ أنا من مواليد العاصمة، مواليد بغداد. أنهيت دراستي الابتدائية والثانوية والجامعية والعليا فيها. فقدت البصر وأنا في 18 من عمري، وكملت البكالوريوس الليسانس ثم الماجستير في النحو العربي والدكتوراه في علم اللغة. وأنا الآن أدرس الدراسات العليا، ووصلت إلى مرتبة البروفيسور في علم اللغة. أما الشعر فبداياتي من الصغر، وأول قصيدة طويلة كتبتها في أمي حين فقدت البصر ووجدتها تبكي وحزينة علي، فرددت عليها بقصيدة وأنا بهذا العمر وبهذا المستوى من المعرفة في اللغة والمعرفة بأصول الشعر. ثم بدأت أكتب الشعر كما أكتب البحوث العلمية، ربما في حين يسيطر الشعر وفي حين آخر أو أحيان أخرى يسيطر عليه البحث العلمي، ولا سيما في علم اللغة وعلم النفس وحقوق الإنسان. مسيرة حافلة بالإنجازات والإبداعات. أسأل الله لك التوفيق والعمر المديد بروفيسور صادق. إذا سأستخدم من أول صاعد بروفيسور صادق. بروفيسورنا الغالي، ونحن الآن ننطلق ونبحر في أمسيتنا الليلة معك الممتعة. ماذا ستبدأ باللآلئ المكنونة لديك؟ هي في الحقيقة ليست لآلئ، فأنا أعد نفسي من المبتدئين بالشعر، ولست ممن يضاهي هذه القامات الشعرية في أدبنا العربي، ولا سيما ما كتب من قصائد في موضوعات شتى. هي فكرة أو إحساس يمر فيفيض على الورق ما يمكن أن يحس به الإنسان. وهناك بعض القصائد التي كتبت والتي تظهر شعورا في
وضع معين، ولا سيما الموضوعات العاطفية التي هي أكثر تأثيرا من سواها في الشعر. ومن ذلك أبيات أقول فيها: أدمنت حبك والإدمان قتال، دع الظنون فإن الحب أفعال، صاف ودادي وذي الأحداث شاهدة، إذ ليس يحجب ضوء الشمس غربال، 69 مرت في مرافئها، مد وجزر وآلام وآمال، أبحرت فيها بلا زاد ولا دعة بلا شراع، وملء الدرب أهوال، مجذا في العزم والأمواج محدقة، وقد مضيت كما تدرين أختال، فهل بأرضك بعد الأين فاتنتي، فهل بأرضك بعد الأين فاتنتي، مرسا ملاذ لمن أضناه ترحال. ما شاء الله ما شاء الله، صح لسانك بروفيسور صادق، وكلمات جميلة، وبالفعل لآلئ كما ذكرت في بداية حديثي، وهذا يعني تواضعا منك أن أنت لا تعترف بقصائدك أن هي من اللآلئ، ولكن هي بالعكس هي من اللآلئ والدر الثمين. أستاذي الكريم، كيف تأثرت بالشعر؟ هل فعلا المعاناة ولدت شاعر وكونت عندك هذا الإرث الشعري؟ عزيزي الأستاذ محمد، منذ الصغر كانت المادتان المحببتان إلى نفسي هما الرياضيات ولغة القرآن، اللغة العربية. والرياضيات أبعدت عنها ولم أبتعد، لأن المكفوفين لا يدرسون الرياضيات في بلدنا، فحين ضعف بصري في الإعدادية لم أعد أدرس الرياضيات، إذ أن الكفيف أو ضعيف البصر معفو من مادة الرياضيات، ولكني استمرت بحبي لها، ولكن لا أستطيع أن أكمل دراستي الجامعية فيها، لأني في الفرع الأدبي وليس في الفرع العلمي الذي فرض علي فرضا. فرض هذا الفرع، فرع الأدبي بالثانوية، فرضا لضعف البصر الذي فقدته كما قلت بعد ذلك، يعني البصر فقدته بعد الثانوية مباشرة. على أي حال، ولكن لدي أيضا منجز بالرياضيات، وسجل لي كبراعة اختراع في قابلية القسمة على الأعداد الأولية. المعروف عالميا أن قابلية القسمة لها قواعد إلى حد العدد 11، أنا أوصلت القواعد إلى 101 والحمد لله، ولكن بقي لي اللغة العربية بقواعدها بأدبها، فكنت أحب كثيرا قراءة الشعر وأتأثر به، فحاولت أن أنقل تأثري بالأمور التي حولي شعرا. وأكثر ما يتأثر به الإنسان هو الأمور القاسية التي تمر به، وكذلك الموضوع العاطفي وما يشيع بين الشباب وحتى الكبار، وحب الذي يبدأ بحب الله، بحب الأهل، بالحب العاطفي للحبيبة. فتأثرت بالشعر الذي قرأته لكبار الشعراء العرب. إذن نقول أن اللغة العربية هي من سيطرت على ثقافة بروفيسور صادق، والتوجه العلمي هو من خلق لنا شاعر مبدع. أستاذي الكريم بروفيسور صادق، بحكم أن أنت من المكفوفين وشاعر
ما شاء الله جزل. فكيف ترى واقع الشعر بالنسبة لانتشاره بالنسبة للمكفوفين؟ هل تعتقد اليوم أن طموح الشاعر الكفيف أن يصل إلى الجمهور وإلى ليس فقط من حوله أو خارج أيضا بيئته ومحيطه، فهل متوفرة اليوم الظروف أو حتى في السابق أن تخلق شاعر يعني تسطر قصائده في يوم من الأيام كفيف؟ نعم، هناك بشار بن برد وآخرون، ولكن هل هذا الواقع ما زال موجود؟ أخي الكريم، هناك أمور كثيرة لأن تخلق الفنان، لأن تخلق المبدع، سواء كان شاعرا أم غير شاعر. أولا ما يخص الشخص نفسه، لابد أن تكون لديه الموهبة والملكة والدربة والاطلاع والثقافة والإحساس بما حوله والأداة. كما الفنان له أداته أو أدواته، فالشاعر أيضا له أدواته، وأدواته اللغة، ولا بد له من أن يتمكن بها كي يستطيع أن ينقل هذا الإحساس بعبارات مؤثرة بالآخرين، وليست بعبارات كالتي في الجرائد وفي نشرات الإخبار. لا بد لها من أن تكون لغة مؤثرة، لغة بها الصور، تنقل العواطف، تنقل الأفكار، تنقل الأحاسيس إلى الآخرين، فيتأثر هؤلاء الناس الذين يتلقون بما يسمعون. فالكلمة مؤثرة. تبقى الظروف التي تحفزه، الظروف البيئة التي حوله، هي بيئة دائما تمنح الشاعر الحافز لأن يكتب، مهما كانت هذه البيئة. جيدة يعبر عن جودتها، بيئة سيئة يعبر عن هذا السوء، يعني بسيئة ضده ظروف قاسية، ما حوله اقتصاديا اجتماعيا، فلا بد له من أن يعبر، لأن لديه الإحساس ولديه الموهبة ولديه الذائقة ولديه الملكة ثم اللغة، فيعبر عما يحس به مع الآخرين. فتأتي من هنا هذه لا تنقطع بمر العصور. فتجد الشاعر الذي يكتب في السياسة، الذي يكتب بحب الوطن، الذي يدعو إلى العلم، الذي يعاني من أمور اجتماعية فيعبر عنه، وهذا موجود. والآن الساحة ليست بخالية من الشعراء، إن كان هناك بشار والمعري وغير المعري وبشار من الشعراء، لدينا الآن شعراء أيضا من المكفوفين، ونحن في الاتحاد العربي المكفوفين استطعنا أن نجمع عددا من الشعراء زاد على 40، منهم من هو وصل إلى مرتبة عالية فجعلناه في ملتقى خاص، ومنهم من هو مبتدئ جعلناه في ما سميناه بمدرسة الشعر، وهم الآن يكتبون. وهناك حوافز، لا يعني الحوافز المادية، حوافز التشجيعية أو الطلب منهم، كأن نعطي بيتا من الشعر يكملوه أو شطرا فيكملونه، هذه تدعوه أو تحفزه لأن ينافس غيره، وهكذا. فموجودة وأمتنا العربية معطاء بهذا المجال. بروفيسور صادق، اليوم كثير من الشعراء يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي حتى يبدأ بنشر قصيدته، وهناك يعني من المكفوفين من يحاول في هذا أن يدخل نفسه في هذا الجو وأن ينشر قصائده. هل تعتقد أن اليوم القصائد التي تتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو توضع على قنوات في اليوتيوب هي يعني تحتفظ بتاريخ الشاعر؟ هل هي يعني اليوم هي أسلوب
أو مدرسة لانتشار الشاعر. يعني كل ما تطورت الحياة وتطورت التكنولوجيا يتطور انتشار الشاعر فيها، وبخاصة الكفيف. هذا السؤال مهم جدا في هذه الظروف، وبارك الله بك لطرحه الآن. سابقا كان الشاعر حين يريد أن ينشر شعره يتقدم به إلى مؤسسة رسمية أو حتى أهلية لينشر الشعر أو ينشر القصة أو ينشر الكتاب أو ينشر ما يريد. هذه الجهة الحكومية أو الجهة الأهلية غير الحكومية تحيله إلى متخصص، إلى خبير، فيقرر مدى الجدوى من نشره ومدى صلاحيته. الآن اتيحت الفرصة بوسائل التواصل الاجتماعي، فبمقدور أي شخص يستطيع أن يفتح له قناة أو أن يتصل. فاختلط الحبل بالنابل، من أخذ يكتب كلاما يقسمه إلى شطر وعجز كما يشاء، أنه يكتب جملة أكثر من جملة على الجهة اليمنى ثم يكتب على الجهة اليسرى القسم الآخر وينهيه بحرف معين فيتصور أن هذا شعر، أو يكتب سطر تحت سطر بما يعله وقال هذا شعر، وهو بعيد كل البعد عن الشعر. الشعر بلا وزن أو بلا تفعيل فليس بالشعر، يصبح نثرا، والنثر بلا تأثير بالآخرين، بلا لغة سليمة أو لغة أدبية، لأن هناك اللغة العلمية الاعتيادية وهناك اللغة الأدبية. لغة أدبية وأقول أيضا سليمة، سليمة من حيث المفردات وسليمة من حيث النحو. هذا أحيانا لا يتوافر، ويتصور نفسه شاعرا ويقدم القصائد الكثيرة وهي بعيدة كل البعد عن الشعر، وأحيانا بعيدة عن النثر الفني. هو نثر ربما، لكنه النثر الفني المعروف هو بعيد عنه، يعني بعيد عن ما يجب أن نطلق عليه أدبا. فإذا الآن هذا هو المتاح، ويكتب بالموضوعات كما يشاء من دون تحديد أن هذا يصلح أو لا يصلح. هذه العملية هي أصبح الكم وليس النوع، والكم لا يكون دائما هو مقياسا للرقي بقدر ما هو النوع. فذهبوا بعيدا عن الشعر العربي الأصيل، ولا أعني التعصب للشعر القديم، لا، الشعر الحديث أو حتى الآن ما يطلق عليه قصيدة النثر. كيف قصيدة وكيف نثر، ولكنها أحيانا لها الصبغة الأدبية، نعم، الخيال والعاطفة والصور الجيدة الأدبية الراقية واللغة، سميه ما شئت، ولكن لا تقل قصيدة، لأن القصيدة يقتضي أن تكون شعرا، وهذه إساءة للقصيدة وإساءة لهذا الأدب، هذا النثر، وهو أدب جيد أحيانا. صراحة يعطيك الله العافية على هذه يعني الإجابات، ليست إجابات فحسب، بل هي دروس أكاديمية ودروس تطبيقية فعلا لكل من يتذوق ويحب الشعر ويكتب الشعر. بروفيسور صادق المالكي، بودنا أن نسمع شيء آخر من قصائدك، وكلنا أذان صاغية لك إن شاء الله. في الهجوم الذي تعرضت له بغداد في حرب فرضت على الناس، أخذت العوائل تنتقل من العاصمة من بغداد إلى مناطق بعيدة عن المنشآت العسكرية والحكومية، فكل أصبح تحت نجم. صادف في هذه الأيام ذكرى ميلادها، وهنا لابد من أن توقد الشمع وأن تطفئ الشمع، ولابد كان يتأمل أن يكون بقربها، ولكن حكمت الأقدار هكذا. ففي ذكرى ميلادها أقول: أوقدت شمعك في صدري بآهاتي،
أطفأتها دون ما عمد بأناتي، شبكت كفك كي أحكي وتستمعي إنشاد شعري وترتيل ابتهالاتي، فهل سمعت على بعد محاورتي؟ وهل دنوت إليك في مناجاتي؟ أو احتفلت بعيد كنت أرقبه بكل شوق وآمال عريضاتي؟ أو ابتسمت وغنيت في قلق من هول قاصفة أو رعد غاراتي؟ ما ضر لو أنه قد جاء يجمعنا ليسعد القلب أو تشفى جراحاتي. قضيت شهرين في هم وفي أرق، أقلب الأمر في شتى احتمالاتي. ليتك تدرين يا ما فعلت بي الليالي، وكم كانت معاناتي. صراحة لا أمتلك أي تعليق أمام هذه المشاعر الجياشة والعواطف الصادقة التي يحملها قلبك بروفيسور صادق. أستاذي الكريم، بمن تأثرت في بداياتك بالشعر، وكيف كونت المعارف الشعرية لديك؟ هل فقط بالقراءة الشعرية؟ هل تخصصك في اللغة العربية خدم أيضا يعني التكوين الشعري لديك؟ كيف يعني كنصيحة يعني من خلال الإجابة، كيف اليوم من يحب الشعر وكتابته أن يمكن نفسه في كتابة الشعر الحقيقي الذي يصل للناس بنقاوته؟ أخي الكريم، القراءات الشعرية منها ما هو مفروض علينا في المنهج المقرر لمن يدرس اللغة العربية، وفي أثناء هذا المنهج المقرر لابد أن نجد شاعرا نتأثر به أو نعجب بشعره، فنذهب إلى ديوانه ونطالع قصائد منه أو نطالعه كله، وهم كثر وهم مشهورون: المتنبي، البحتري، أبو تمام، وكثير من الشعراء المعاصرين، شوقي، الجواهري، بدر شاكر السياب. فما يقع بين يدي أقرأه، وما أستمع إليه أستمع، فتتولد هنا الملكة أو الثقافة الشعرية إلى جانب معرفة ضوابط الشعر، أوزان الشعر، التفعيلات، كيف يكون النظم. إلى جانب آخر هناك قواعد اللغة، ضبط اللغة وضبط الكلمات واستعمال الكلمة الصحيحة في مكانها الصحيح. فدراستي نعم اللغة العربية أثرت في صقل ما لدي من، دعني نقول، من رغبة في كتابة الشعر، لكي أصون لساني قدر الإمكان من الوقوع في الزلل أو اللحن بالقول، إلى جانب أحيانا من يستمع إلي من المقربين لي من زملاء وأصدقاء، فنتعلم منهم كما نتعلم من الشعر الذي قيل والذي يقال. فأوصي من يتصدى لكتابة الشعر الآن بكثرة القراءة، يعني لا يكتب بيتا أو بيتين أو 7 أبيات أو قصيدة أو 5 أو حتى 5 قصائد،
ويقول أنا أصبحت شاعرا وانتهى. لا، يبقى الإنسان يتعلم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال طلب العلم فريضة، واطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. أنا عن نفسي أقول أنا ما زلت طالبا وما زلت أتعلم، فمن قال إني عالم فقد جهل. لا بد أن يبقى يتعلم ويبقى يصحح ويبقى يستمع إلى النصح ويطبقه على ما هو موجود، لتكون لغته سليمة وليكون كلامه مؤثرا أيا كان هذا الكلام. جميل جميل أستاذي الكريم، إجابات وافية وكافية، وصراحة حديث شيق معك. بروفيسور صادق، كيف كان دور الأسرة في تكوينك الثقافي المعرفي، ثم في التوجه الشعري؟ هل الأسرة، يعني خلينا نقول اليوم أنت كشاعر، هل هناك يعني فعلا بما يقولون أن يعني في العائلة شعراء فأنت أصبحت شاعر، أم هي الظروف، هي الحياة التي جعلت من شاعر؟ أخي العزيز، أبي رحمه الله كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، وأمي امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها أحيانا تقول البيت أو البيتين باللهجة العامية فقط. ولكن قراءتي وتتبعي والدافع الذاتي لذلك هو الذي دفعني لإكمال الدراسة من جهة، ولعشق الشعر والنظم فيه. وأقول شيئا لإخواني المكوفين، أقول لك أولا ولإخواني المكوفين: العائلة تشجع على الثقافة، تشجع على العلم، وأحيانا تثبط. أبي على الرغم من أنه أمي كان جارنا وهو صديق له يأتي إليه وينصحه: ابنك قد فقد البصر، دعه يجلس في البيت، فلماذا يذهب إلى الجامعة وبصره قد فقده؟ كان ضعيفا، ربما يستطيع أن يعينه على الطريق، لكن الآن فقد البصر. ماذا تفعل لو ضربته سيارة مثلا؟ ماذا سيصبح مستقبلا لو أكمل هذه الدراسة إذا أكملها؟ هذه مثبطات. ومرة كنت في غرفة مجاورة، لم يعلم ذلك الرجل الجار الناصح أني موجود، ولم يعلم أبي. سمعت والدي رحمه الله يرد عليه، قال له: أنا أتركه هو يتحمل المسؤولية لأنه قادر على ذلك، وصعب علي وعليه أن أراه جالسا في البيت لا يفعل شيئا. دعه، إن لم يفعل شيئا ولا يصبح شيئا ولا يستطيع أن يكمل ولا يستطيع أن يحصل على وظيفة ويعيشها، دعه يقضي الوقت على الأقل. فكان هذا رده على الرغم من أنه رجل لم يدخل المدارس. هنا هذا أنا أعده هذا تشجيعا ودافعا لأن يكمل الإنسان. وإلا لو كان هناك شخص غير والدي، أو كان والدي يحمل فكرا آخر أو كان يحمل توجها آخر، لقال هذا الكلام، هذا كلام منطقي: اجلس يا ولدي في البيت، لا تجلب لنا المسؤولية، وربما يحدثك شيء. وحقيقة ماذا ستكون؟ الرجل ترك الأمر لي، وهذا ما يحمد عليه، وأدعو الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي. فالدافع تشجيع نعم موجود، ولكن كما قلت لك هم على قدر حالهم من الثقافة، لديهم ثقافة لكن ليست الثقافة المكتبية المعروفة. أنا أحمد الله كثيرا لأني استطعت أن أحقق شيئا. يكفي لك أن أقول بكل تواضع أني
ناقشت أكثر من 100 أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير، إما رئيسا للجنة أو عضوا في اللجنة، وأشرفت على أكثر من 50 رسالة دكتوراه وماجستير. والحمد لله، فالإنسان يسعى، والسعي لابد له من أن يصل به الإنسان إلى ما يصل إليه، وأدعو الله أن أكون قد حققت شيئا. وإلى جانب ذلك هناك حصيلة لا بأس بها من البحوث والمؤلفات في اللغة والشعر وعلم النفس وحقوق الإنسان. هذا أحمد الله عليه كثيرا. إلى المسؤوليات التي يتحملها، فأنا رئيس منظمة برايل لتأهيل الموقوفين وضعاف البصر، ورئيس الشبكة الوطنية لمنظمات الموقوفين في العراق، ونائب رئيس الاتحاد العربي للموقوفين، وعضو في مجلس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلا عن التدريس الجامعي للدراسات العليا. بروفيسور صادق، اليوم كيف تجمع منتوجك الشعري؟ هل لديك ديوان إن شاء الله ستقوم بنشره في المستقبل؟ هل هناك يعني خطة معينة تدرسها بالنسبة لجمع قصائدك و يعني تترك الناس فرصة للناس أن يصلوا إليها وينهلوا منها الثقافة والعلم؟ لدي إلى جانب القصائد الشعرية المعروفة لدي أرجوزة في اللغة العربية أعكف على الانتهاء منها، تبين آرائي في اللغة، يعني في علم اللغة ولا سيما في النحو العربي، إلى جانب القصائد الأخرى. وإذا كان في العمر بقية سأحاول نشر هذه القصائد جميعا في ديوان شعر، وأدعو الله أن يمنحني الوقت الكافي لأن أجمع وأنشر، لأن أوقاتي أحيانا تكون ضيقة لكثرة الانشغالات التي لدي. وأحمد الله على كل حال، على أي حال هي موجودة، وإن شاء الله تنشر. تحياتي. بروفيسور صادق المالكي، برنامجنا شارف على الانتهاء. قبل أن نختم بودي أن أسمع أول قصيدة نظمتها وهي عن الأم، إذا كنت حافظا لها، وإذا لم تكن حافظا بودنا أن نسمع في ختام هذا البرنامج قصيدة تختارها أنت وقريبة إلى قلبك. هي قصيدة تمثل البدايات الأولى من حيث الناحية الفنية، فأرجو المعذرة أولا للجانب الفني. عنونتها إلى الأم الرؤوم. ما الذي يدعوك يا أمي لأن تبكي أو تئني؟ لما هذا اليأس والحزن علي؟ إن بكيت إنما تبكين عيني، إنما تحرق جفني الدموع، يعصر الهم فؤادي. فارحميني وارحم النفس قليلا، واترك الحزن وتلك الحسرات. فكري يا أم في الأمر مليا، لم أمت، لم أصب أماه في الدنيا بسوء، فأنا ما زلت حيا. وافرحي بل وافخري بانتصاري وثباتي في صراعي وحياتي. وافرحي بل وافخري بانتصاري وثباتي في صراعي وحياتي. وادعي لي يا أم في كل صلاتي، ما دعاء الأم إلا مستجاب. أنا أدري أن ما يبكيك فقدان البصر،
أن ما يحزنك أن قد غشى العين ضباب، ونحول الجسم في شرخ الشباب. لا عليك، فأنا لست الوحيد في البشر. أبشري، عوضني الله بفطنة، ببصيرة، وبقلب يعشق الخير الفضيل، يعشق الناس جميعا. ما النظر؟ هل يفيد ذا البصر ضوء شمس أو قمر؟ إن طغى الجهل وخيم، إن خبى نور الرجاء، إن دجى ليل الضلال. إن نور العلم عندي يبذل الأضواء طرا، يبذل العين كثيرا، فبه كنه الأمور يدرك، وهي لا تعدو حدود المظهر. إن نور العلم للمجد سبيل، للخلود سلم، ولمن خاب رجاء، ولمن ضل دليل. أحمد الله كثيرا، يأخذ الشيء بحكمة، مثل ما يعطيه للمرء بحكمة. نحن في عصر الخطايا، كثرت فيه الذنوب، ظهرت فيه العيوب، صارت العين به أم الخطايا، وعصى الناس الإله، وبدا العصيان في كل الأمور. فكفاني الله شرا، يأخذ الشيء بحكمة، مثل ما يعطيه للمرء بحكمة. ولقد قال تعالى: ليس عين المرء تعمى، إنما تعمى القلوب. أخبريني، ما الذي يبكيك يا أمي إذن؟ ما شاء الله، جميل صراحة. يعني كل ما يخرج منك جميل. بروفيسور صادق المالكي، كانت الليلة ليلة جميلة وممتعة قضيناها معك بروفيسور صادق. قبل الختام، الكلمة الأخيرة لك، ماذا تود أن تقول في ختام هذا اللقاء الذي جمعنا بك سيدي الكريم؟ أود أولا أن أتقدم بشكر الجزيل وإعجابي الوافر لهذه المجموعة الطيبة صوت الحناجر، وهي مشروع رائد، مشروع في التوجيه المطلوب والثقافة المطلوبة لذوي الإعاقة البصرية. وكم نحتاج إلى مثل هذا المشروع الذي هو للتوجيه، للتشجيع، للأخذ بيد الآخرين، لإبراز نشاطات ذوي الإعاقة البصرية. وشكري الجزيل أيضا لشخصك الكريم، لثقافتك، لتمكنك من إدارة الحوار وطرح الأسئلة على النحو المهذب المثقف الذي يعرف كيف يدير الأمور. تحياتي للجميع، وأتمنى أن أكون وقد كنت إن شاء الله ضيفا خفيف الظل عليكم، وأكرر اعتذاري لأن السبب كان خارجا عن إرادتي. ومني كل الود وفائق الاحترام للجميع. أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى البروفيسور صادق المالكي من جمهورية العراق الشقيق. أسأل له الله التوفيق، وأشكره على الوقت الذي منحنا إياه لمقابلته والتقرب منه. وأكيد في القادم من الأيام
سنستضيفه في برامج أخرى حتى يعني نقترب منه في مناطق أخرى وزوايا مختلفة غير زاوية الشعر. وشكرا جزيلا لاستماعكم، وشكرا أيضا لإدارة صوت الحناجر على اختيارهم للبروفيسور صادق المالكي. أرجو أن تعذروني إذا كانت لغتي العربية غير قوية، ولكن أنا أتعلم منكم وأتعلم من ضيوفي. إلى هنا أقول لكم تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.